فاكر انت الاوقات اللي بتكون قاعد فيها على الفيسبوك مثلا في امان الله، وتلاقي الابلكيشن فجأة هنج منك، وتبص وتلاقي التهنيجة دي جماعية. يعني فجأة مثلا مبقاش عارف تخرج من الابلكيشن، او تلاقي حاجات غريبة بتحصل جوه، وبعد شوية مثلا يظهر لك خبر يقولك ان الفيسبوك كان مهدد بالاختراق، او تم اختراقه بالفعل وتسريب بعض البيانات. على فكرة الموضوع ده حصل بالفعل كذا مرة في ابلكيشنز شركة ميتا، واللي بيحصل للمواقع دي من اختراق بينقلنا المجال مهم جدا جدا في العالم، وهو مجال السايبر سيكيورتي. في الحلقة دي هشرح لك مين هو السايبر سيكيورتي انجينير، وبيعمل ايه، وقد ايه هو مهم، وهشرح لك ازاي تبقى واحد منهم باذن الله، عن طريق ان اوريك المهارات المتطلبه للوظيفه دي. وطبعا هوريك ليه خريج حاسبات هو الانسب للوظيفه دي. فلو اول مره تشوفني انا ده حسن، ولو شفت المحتوى ده قبل كده وعجبك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا. احنا بقينا في عصر متطور جدا. مين دلوقتي مش موجود على اي ابلكيشن من ابلكيشن التواصل الاجتماعي؟ مين مثلا مش حاطط بياناته عليها زي الايميل؟ طب مين ما عملش قبل كده اونلاين شوبينج وحط عنوانه؟ مين ما دفعش قبل كده مقدما بالفيزا على اي ابلكيشن؟ طيب مش كل دي داتا؟ اسمك، رقم تليفونك، عنوانك، ايميلك، حسابك البنكي، مش كل دي داتا محتاج ان انا احافظ عليها من انها تتهكر؟ طالما احنا بقينا في عصر الداتا فيه بقت متاحه على الانترنت، فواجبي كمبرمج ان احميها. وده بقى ينقلنا لتعريف السايبر سيكيورتي. هو عبارة عن تكنيك معين المهندس الخاص بالسايبر سيكيورتي بيعمله علشان يضمن ان داتا المستخدمين على اي ابلكيشن محمية من انها تتهكر، او لحماية الشبكة عندك، مثلا حماية جهازك الشخصي زي اللابتوب او الموبايل. بيحمي الداتا دي من ان هي يحصل لها هاكينج من اي نوع. عن طريق معرفة المهندس بالطرق المتبعة للحماية والطرق اللي بيستخدمها الهاكرز، يقدر بإذن الله يحمي أي داتا متعلقة بالمستخدمين. أهمية المهندس المسؤول عن أمن المعلومات خلاص كده وضحت. بس المهندس ده بيعمل كده ازاي؟ خلينا نشرح كويس عشان تفهموا الوظيفة دي، يمكن تحبوها وتعوزوا تشتغلوا بيها في المستقبل بإذن الله. وخلينا نجيب الموضوع من الأول خالص، من تحت قوي. الهاكرز بيحاولوا يلاقوا نقط ضعف في أي سيستم علشان يقدروا يخترقوا الموقع أو أي داتا. وفي أسباب كتير جدا بتخلي نقطة الضعف دي موجودة، وما بتخليش حتى الشركات العملاقة زي ميتا ومايكروسوفت آمنة من الاختراق بنسبة 100%. منها مثلا الخطأ البشري، زي مثلا استخدام باسورد ضعيفة ليك، أو إنك تدخل بنفسك على لينك مشبوه. ازاي هيحمي معلوماتك وانت اصلا اللي عرضتها بنفسك للخطر؟ عشان كده لو تلاحظ مؤخرا وانت مثلا بتعمل اكونت جديد، بيجبرك انك انت تستخدم باسورد قوي بالعافيه، مكونه من حروف كبيره وصغيره وارقام وسبيشال ليترز، والا مش هيقبل الباسورد بتاعتك. يعني ما تصدعناش كتير، خلينا نشوف شغلنا. ومن ناحيه تانية دايما بيحذرك من ان الموقع ده ملوش لينكات من النوع الفلاني، او مثلا تلاقي البنك دايما بيحذرك ويقولك ما تتعاملش مع اي رساله نصيه تجيلك، او اي ايميل يطلب منك فيه تحديث بياناتك، والحاجات دي بتتم من خلال الفرع فقط. طيب في حاجات تانية بتخلق نقطة ضعف دي، زي ان مثلا صعب دلوقتي احط الداتا في مكان واحد وامنها. ليه ده صعب؟ لان غصب عني احيانا بحتاج لطرف ثالث ابعت عليه الداتا دي عشان مثلا معاملة معينة تتم، فبالتالي انا ما عنديش مكان واحد للداتا. وطبعا صعب جدا المهندس يوازن ما بين الحماية العالية وما بين سهولة استخدام الابليكيشن او الجهاز. فالمهندس اصلا بيحاول يعمل مرونة ما بين الاتنين، وده ممكن يعمل ثغرات بسيطة جدا جدا تخلي الهاكرز اللي بيتطوروا كل يوم اصلا في طرق الهاكينج ان هم يخترقوا الموقع او الداتا بسهولة. طب ازاي بقى المهندس المسؤول عن امن المعلومات يقدر يحقق اعلى نسبة حماية للموقع بتاعه او الداتا بتاعته؟ وبيعمل ايه عشان يكتشف اصلا ان في هاكينج؟ اصل اكيد مش دايما الموقع هيتهكر الاول وبعدين نكتشف الكارثه اللي احنا فيها ونبدا نعرف ازاي هنتعامل معاها. اكيد دايما او في اوقات كتير على الاقل بيتم التنبؤ بالهاكينج، وبيتم التعامل معاه كمان اوتوماتيك، هو مش قاعد على زرار يعني. بصوا، هو مش شخص واحد، هو تيم. يعني مثلا في جوه واحد اسمه ديتكشن انجينير، هو وظيفته ان هو يقدر يصمم سيستم كويس ويفضل يطوره بحيث يقدر يكتشف اي محاوله دخول غريبه. طيب هو هيطور السيستم ازاي؟ اول حاجه هو بيكتب قواعد معينه تخلي السيستم بتاعه ماشي عليها، بحيث يقدر يشوف ايه الانذار الصحيح اللي المفروض ناخد عنده اكشن، وامتى يكون الانذار ده خاطئ ما يستدعيش مني ان انا اعمل حاجه. يعني مثلا امتى اعرف ان المستخدم اللي دخل ده انت ولا واحد غيرك، او مثلا عن طريق معرفتي بالتحركات المنطقيه بتاعه المستخدمين، او حاجه بيسموها يوزرز باترن، بحيث اقدر اعرف مين في المستخدمين دول واحد بيتصرف تصرفات غريبه تخلي الداتا بتاعتي تتاذي. وطبعا هو بيستخدم الادوات المتاحه عنده لحمايه الداتا زي الانتي فيروس سكانرز، اللي بدورها بتلقط اي حاجه غريبه جوه الموقع قبل اصلا ما تاذي الداتا بتاعتي، او الادوات اللي بتتابع تغيير الترافيك على الموقع نفسه. يعني مثلا مش ساعات بتلاقي ان الموقع بطيء جدا بسبب ناس كتير جدا عليه؟ اهو بقى في هاكرز بيتعمدوا يشغلوا الترافيك بتاعت اي موقع بحيث الموقع يبقى بطيء واستجابته تبقى بطيئه والموقع يقع، ويعرفوا يخشوا للموقع بسهوله. طيب في مين تاني غير الديتكشن انجينير؟ في واحد كده اسمه ثريت هانتر، ده شخص بيحاول ان هو يتوقع التهديدات من خلال ان هو بيشوف فين نقط الضعف اللي جوه كل سيستم، وبيحاول يلاقي حل للتهديدات دي قبل ما تحصل اصلا. في برضو واحد اسمه سيكيورتي انجينير، وده بقى المهندس المسؤول عن تطوير الادوات الخاصه بامن المعلومات. مش احنا قلنا ان مهندسين السايبر سيكيورتي بيستخدموا ادوات الحمايه؟ اهو بقى السيكيورتي انجينير مسؤول عن تطوير الادوات دي،
في واحد برضو اسمه المالوير اناليسيست، وده وظيفته ان هو بيحاول يفهم ويحلل طريقه عمل الفيروسات وازاي بتوصل لك. من طريقه فهم عملها يقدر يوصل لحل ان هو يحاربها. خلي بالك في فيروسات متحوره فعلا، يعني لا احنا هنا مش بنتكلم عن كورونا، ما تقلقش، احنا هنا بنتكلم عن الفيروس اللي بيجي مثلا لجهازك لا قدر الله. في فيروسات فعلا بتتحور وتغير من شكلها علشان تقلل من نسبه اكتشافها وبالتالي يحصل هاكينج. فهو بقى بيحاول يحلل الانواع دي من الفيروسات ويشوف طريقه انه يمنعها من انها تهدد السيستم بتاعه. في طبعا مسميات تانية كتير لكنهم قريبين من اللي انا قلتهم لك دول عشان بس ما اطولش عليك. كلهم في النهايه بيجتمعوا على ابتكار طرق ووسائل لحمايه الداتا او اي سيستم قدامهم. وننتقل طبعا كالعاده للمهارات. اول حاجه كالعاده اللغه اللي انت بتوظفها، وهنا بقى لغه البايثون تكتسح المجال ده معاها لغه الباور شيل. طبعا لازم تكون عارف تشتغل بالفريم وركس الخاصه بالسايبر سيكيورتي، وهي مجموعه من الادوات والبروتوكولات اللي بتساعدك تحط اي سيستم حمايه زي الايزو. مهم تعرف الاي دي اس والاي بي اس، ودول نظامين بتتعلمهم عشان تقدر تكتشف اي تهديد بيواجه السيستم بتاعك. مهم تعرف وتتعلم طبعا عن انظمه التشغيل زي ويندوز وماك. مهم تتعلم اكتر عن النتورك والشبكات، الانترنت مثلا، الكلاود سيرفيسز. مهم تتعلم وتعرف اكتر عن الفيروسات وطرق الهاكينج، وتتعلم وتعرف اكتر عن طرق الحمايه الخاصه بالمجال زي ما قلت لك. وطبعا مش محتاجه اقول ان في حاجات كتير منها بيدرسها طالب حاسبات بالفعل، لذلك هو الانسب للوظيفه دي. طبعا مهندس الكهرباء او مهندس ميكاترونكس يقدروا يدخلوا المجال باعتبارهم بيدرسوا النتوركينج، لكن هيحتاجوا يدوسوا شويه في شويه مهارات قلناها علشان يخشوا المجال. طب هل تقدر تشفت للمجال ده؟ بص هو ممكن، بس هتحتاج كورسات كتير جدا، تحليل البيانات والبرمجه وعلم الشبكات. ممكن تحاول تاخد منح او كورسات من مواقع عالميه، ولكن ده هياخد منك شويه وقت، لكن مش مستحيل باذن الله. ومع دعمكم باذن الله ممكن اطور من المحتوى واستضيف ناس تتكلم عن المجال اكتر باذن الله. فبس كده، دي كانت نهايه حلقه مجال السايبر سيكيورتي. اكيد فهمتوا معايا ان المجال مهم جدا في الوقت الحالي، لان مفيش حد دلوقتي ما بيحتاجش يامن خصوصيه المستخدمين بتوعه، خصوصا مع تطور اساليب الهاكينج والابتزاز مثلا لا قدر الله. فلو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشيروها مع اصحابكم عشان يستفادوا باذن الله، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وبس كده، السلام عليكم.